جماعة السلام أنصحكم عليكم. إنك فيديو تذاكروا جديد والله. مولع نار. اللي إحنا النهارده يا في جماعة سنة كورونا، سنة النهارده مبدعة. السنة اللي ما تخلص يا على تتكسمر. أحمد علي الممثل الكبير صاحب 2020. احموا نفسكم وذاكروا كويس يا رجال. النهارده احنا في ميعاد زمن كورونا يا جماعة، في ميعاد زمن كورونا. اللي احنا النهارده لازم نتفق على كل حاجة. الوزير قال حاجات كتير عن اللي انت تروح مدرستك بكمامتك، تروح بميعادك الملتزم، كل واحد في دكه، ما تقعدش ريح حد خالص. اصل انا رحت مدارس برضك، انا كواحد اهو في الاعدادي، تالتة اعدادي يا جماعه زي ما انتوا شايفيني، تالتة اعدادي اهو، واحد يعني لسه يعني ما الشنب يا دوبك بس. المهم يعني رحت تالتة اعدادي لقيت عيال بتقعد ريح بعضها، فانا كنت بعيد عنهم، وواحد ناحيه تانية واخد ناحيه تانية والله خالص، بعيد عنهم والله خالص. ابتعد عنهم. ممكن واحد يكون عنده كورونا لسه شغاله، كورونا ما قفلتش يا رجاله، والله ما قفلت، ما خلصتش، لسه شغاله. ودلوقتي زي ما انتم شايفين هناخد قرارات بردك من احمد ابن عمي في الابتدائي، 5 ابتدائي، هيقول لنا القرارات بتاعته بردك زي ما انتم شايفين. تعالى يا احمد، القرارات بتاعته هيتكلم، هيقول لكم كل القرارات. حافظوا على بص هنا، نفسكم يا رجالة. بص هنا. حافظوا على نفسكم يا رجالة، وخلي بالكم من نفسكم، وبعيدوا عن اي واحد تحسوا كده ان هو بيكح عنده السعال كده، حاجة زي ديت تبعدوا عنه خالص. تمام كده بعيد، وتحافظوا على نفسكم، وتاخدوا مسافة ما بينكم وما بين الآخرين. زي ما انتوا عارفين ان الكورونا ملهاش علاج لغاية دلوقتي، بقالنا يجي يخش في سنة اهوت وملهاش علاج. انتوا حافظوا على نفسكم، والعلاج الوحيد للكورونا هو النظافة. حافظوا على نفسكم، نحمي نفسنا، نتعلم كلنا. عايز اقول لكم نصيحة تانية والله، لو انت حميت نفسك هتتعلم حلو. مفيش. ودلوقتي الوزير بيقول اللي هي هتنقفل، المدارس هتنقفل، يعني معنى كده التزم بمواعيدك. في قناة اسمها قناة تعليمية 12 قصدي 200 2013 ديت التردد بتاع القناة التعليمية الإعدادية والابتدائية، دي القناة بتاعتها. كل سنة لها ميعاد، يعني سنة أولى إعدادي وتانية إعدادي وتالتة إعدادي، كل واحدة لها ميعاد، وأولى وتانية وتالتة ورابعة وخمسة وستة الابتدائي كلهم لهم ميعاد، اللي هم ميعاد المدارس، المواعيد اللي الوزير مديك فيها مدارس، هي دي المواعيد بتاع المذاكرة. يعني انت ليك ميعاد هتاخد فيه المذاكرة بتاعتك على القناة التعليمية. ويا جماعة محدش يروح دروس خصوصية، الوزير قال محدش يروح دروس خصوصية، وفي اساتذة بيدي دروس خصوصية دلوقتي زي ما انت عارفين، متجمعين بصراحة رهيبة يعني بصراحة. الدروس الخصوصية دي معمولة على اساس 5 اللي يروحوا، فعاملين ايه 200 واحد قاعد في اوضة صغيرة. فدي حاجة تانية يعني بتنشر الكورونا. ويا رب يكون عجبكم كل الفيديو، واشتراكوا في القناة وتفعيل زر الجرس وضغطوا لايك ليصلكم كل جديد، ونحمي نفسنا، نتعلم كلنا. ويا جماعة احنا غرضنا من الفيديوهات اللي بنعملها ان احنا نرفه عن التانيين. اصل كورونا حبسانا في البيت وكده، والناس مخنوقة ومش عارفة تطلع، وكله محبوس ومش عارفين نطلع. فاحنا قلنا ليه ما نعملش فيديوهات ونخلي الناس تضحك احلى ما هي مخنوقة كده ومتضايقة كده. فانتوا يا جماعة حافظوا على نفسكم، وخلوا بالكم من نفسكم، واهتموا بتعليمكم، وان شاء الله نبقى وان شاء الله يا جماعة هنطلع لكم فيديوهات تبقوا قاعدين في راحتكم واجتماعكم مع الناس مع بعضكم كده وتسمعوا نوبة واحدة. والله انا بعمل الفيديوهات ديت علشان تهتموا وتفهموا ايه معنى الكلام ده، تفهموا معنى الكلام ده ايه. عشان الكورونا مرض خطير، ناس ياما ماتت من مصر، والناس قاعدة كده عادي، ماتت مش هتفرق معانا.
انا عارف والله كل الجماعه دولت والله مستهترين كل حاجه، والله ما تاخدوش الكلام على راحتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.